يا كنترول يا كنترول سجل لنا. ايش هذا؟ وش صاير في المجلس؟ انت هي يا ابو راس، اكيد مشغل شيلات ومسوي حرب فوق راس جدتي. ما تشوفيني لابس قبعة التخرج؟ مفروض تجيبوا لي كيكة وانتي راتبي. والله العظيم لو أسمع أو أشم إنكم جايبين لك كيكة يا ويلة انتي وأمك من الصبح ويراكض فوق راسي، جنني ولا أقدر أقول له شيء. بسم الله علينا ما يسمع الكلام أبد. رفع ضغطي، جيبين لي علاجي لا أقوم أضربه هو وأمه. لا يا جد ان شاء الله ما حنا جايبين له كيكة، الحين اروح اعلم امي عليه وهي بتعذبه وتشوف له صرفة. انا الحين بجيب لك علاجك. كلكم ما تحبوني، والله لا اطلع من هذا البيت. انت هي لا تسوي دراما على روسنا، تستهبل. شايف منظر الغرفة وحوسة ومكسر كل شيء. وش اللي ما نحبك؟ متى تكبر انت وعقلك الصغير؟ يا رب فضحنا، هذا هو راسه متخرج ومتخرج ولا وبعد طالع قبعة التخرج. يا رب نتفشلنا. انت هي تعال انت وراسك يدخل داخل، وين بتروح؟ يا ليل الليل، انت لحقتني بالشارع. انا بروح عند خوية اوريه اني متخرج. ولك عين تروح عند خويك بعد الفوضى اللي بالبيت؟ امي تبيك وجدتي تعبانة بسببك. ترى والله العظيم ما نسوي لك حفلة تخرج. ادخلوا فشلتيني، ما تخليني الواحد ينبسط بنفسه. تنبسط بنفسك على ايش؟ والله لا اروح اعلم امي وحفلة ما في. لا 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 لا، تكفين راح ادخل بس عشان الحفلة. وين الحفلة والهدايا؟ وش ابغى اطلب منكم؟ ذكرت ابغى ايباد، وش بعد ذكرت ساعة وسيكل. يا ماما إن شاء الله راح أسوي لك، بس ما تحس إنك مكثر طلبات وهدايا؟ ساعة وجوال وأيباد، وانت الجوال 24 ساعة ما يفارق يدك. بنشوف إيش نسوي لك، نجيب لك هدية تستفيد منها أحسن. تخليني يستمر يشاغب. وش اللي نجيب له هدايا وجده زعلانة عليه؟ بعدين من وين اجيب له سيكل؟ قاعد يحلم الاخ. خليه يروح يرتب المكان ويراضي جدتي. بعدين صح جدتي حلفت قالت والله العظيم لو اشم ريحة انكم بتجيبوا له كيكة انت وامك والله يا ويلك. اسكتي انتي، مو انت اللي تقررين، اللي تقرر. استغفر الله، انت مصدق نفسك انك متخرج؟ تراك ناجح من اولى ابتدائي بس وانهبل علينا. وشلون لو انك متخرج تصدق؟ بعدين ما قلنا شيء، بس روح رتب الغرفة اللي حوستها وراضي جدة، تراها تحبك عشان كذا ارتفع ضغطها. شوفي يا حبيب ماما، انت لازم الحين نروح نرتب الغرفة اللي حوسناها، ولازم ضروري تعتذر من جدتك، لأن لو ما رضت جدتك ما راح نسوي لك حفلة ولا هدايا. افسخ طاقية التخرج وروح اسمع كلام ماما. يلا طيب خلاص، بروح ارتب الحوسة بعدين اراضي جدتي، بس لا تنسون الهدايا. اسمعيني يا نجيبة، طريقة تعاملك مع عمران ما تصلح أبد. اليوم ما تشوفينه ماسك هالجوال ومعلي على هالشيلات، الله يهديه ويضرب الكنب قاعد يحذف المخاطر ولا يسمع الكلام أبد. لازم تشوفي لي حل. وبعدين تعالي، وش هالتخرج اللي أزعج روسنا فيه؟ هو ناجح من أولى ابتدائي إن شاء الله، بس يا ليت كلنا نعامله بهدوء عشان يفهم ويستوعب إن اللي يسويه غلط، لأن عمران ما يمشي بالصوت العالي والعقاب. وبعدين عادي خلوه يعيش جو إنه متخرج، وهو بالأخير ناجح من أولى ابتدائي. طيب يا ماما، راح نعامله بهدوء وبدون عقاب، بس الحين هو ناجح في مقبول من أولى ابتدائي. إيش بيسوي بالسنوات الجاية؟ جزاء الله ما في هدايا، بس بنعطيه هدية واحدة، طبعا بتكون هدية خربوطية. أوكي عمران؟ خلاص انا راضي على هدية واحدة، وان شاء الله السنة الجاية بشد حيلي وتجيبوا لي هدايا كثيرة. ايوه هلا، بدل ما انتي مشغولة في عمران ومشاكله،
ليش ما تروحين تبدلين ملابسك؟ إيش ذا القرف؟ جايبة لي كل بكتيريا المدرسة حطتهم على الكنب، كيف بجلس الحين؟ صح النوم يا الحمراء، ليه توك تجين؟ على الأقل هيلة بلشانة بأخوها وسوالفة، وواقفة مع أمك طول الوقت في المطبخ، وانتي الحين قاعدة تتكلمين لي بكتيريا وما بكتيريا. عاد ترى ما أسمح لك على هيلة بنيتي، هذه سميتي وأنا ما أرضى عليها. لا صبغت شعري وردي مؤقت وخايفة من أمي، تكفين انزلي معاي عشان تدافعين عني إذا هاوشتني. انتي من جدك صابغة هاللون؟ أحسن، خلي أمي تهاوشك. يا ربي إيش فيكم على هذا اللون؟ ترى عادي نفس باقي الألوان. الله يخليك بس انزلي معاي دافعي عني بس. ممكن تطلعين برا لأني ماني فاضية لك والسوالف المراهقات. إيش اللي أنزل أدافع عنك؟ يا ربي استغفر الله، ما قد طلبتك شيء وسويتيه. انتي واسلوبك الخايس هذا ترى مو حلو اللي انتي قاعدة تسوينه، واسلوبك ذا. أوكي، مو عاجبك أسلوبي؟ أطلعي برا لأني بقعد أسوي سكين كير حقي. ممكن تطلعين ولا أنادي أمي أخليها تشوف المصيبة اللي أنتي مسويتها وأختصر عليك الموضوع. طيب بطلع، بس لا عاد اسمعك تناديني هيلا تعالي تسوي لي، هيلا تعالي جيبي لي. انتي اسلوبك المخيس هذا تحسبينه كشخة؟ فرقي بس يعني اني البنت الدلوعة، ترى اسمك هلالة. خلصتي؟ يلا اطلعي برا، أصلا مو مستاهل إني أعكر مزاجي بسببك. آخ يا روسي، وش مسوي بنفسك أنتي؟ من يصبغ شعرك كذا؟ من اللي لعب فيك وسوالك هذه الصبغة الخايسة؟ انتي يا قليلة الخاتمة، مو تقولين بتسوين سكين كير؟ رايحة تركضين عشان تعلمين أمي قبلي؟ صدق مريضة. تشوفينها يا مامي؟ صعب إن الواحد يتصرف معاها وتتهرب، ما راح تبرر تصرفها إنها ليش تصبغ بدون استئذان. خفي علينا يا مامي وبدون استئذان. أقول بس راسي ولا راسك، كيفي أصبغ اللي أبي، ونازلة أنا أتفاهم مع أمي، لا تتدخلين. ماما هذا لون مؤقت وعادي يروح وما يأثر على الشعر. أنت وياها، أنا مو ناقصة مشاكلكم وهواشكم، يكفيني عمران وهو مو راضي يشيل هاللبس من أمس. وأنت يا هلا هذا شعرك وأنت حرة فيه، بس انتبهي تجيني وتقولين لي يا ماما شعر فلانة مرة حلو، اطلبي لي نفس الزيت اللي أمها تستخدمه لها. طيب؟ عمران حبيبي، إيش رايك نقوم نبدل الملابس التنكرية اللي أنت لابسها بهدوء وبدون إزعاج، لأن يكفينا إزعاج هالة هي وشعرها الوردي خلاف شيء طبعا.